السادة مشاهدي آغا سمارت ستور الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أولى حلقات الجيل ال11 بلابتوب متميز جدا، وفي الشياكة والجسم والروعة ملوش حدود. الجسم الخارجي لللابتوب ده نزل بيه أكتر من موديل معروف، وقدمنا حلقات كتير عنهم. على سبيل المثال HP EliteBook 845 و 840 جي 7، وكذلك 845 جي 8، والزد بوك فايرفلاي 14 و15 جي 7. الحلقات دي موجودة في صندوق الوصف للي يحب يتعرف عليهم. الجسم ده يعتبر من أجمل وأمتن ما أنتجت HP، لأنه معدني بالكامل من الألومنيوم، ومجتاز اختبارات المتانة العسكرية ال 810 جي. كذلك في الحلقات السابقة دي اتكلمنا عن روعة لوحة المفاتيح، وشرحنا قد إيه هي سلسة وممتازة. فالحلقة تشمل الثلاث موديلات للموديل 800 من HP جي 8، لأنهم يعتبروا تماما زي بعض، الاختلاف فقط في حجم الشاشة وأماكن المداخل. يعني حلقتنا شاملة الموديل HP EliteBook 830 جي 8 صاحب الشاشة 13.3 بوصة، وكذلك HP EliteBook 840 جي 8 صاحب الشاشة 14 بوصة، وكذلك HP EliteBook 850 جي 8 صاحب الشاشة 15.6 بوصة. كذلك في موديل أنتجته HP اسمه HP EliteBook Aero جي 8، هو نفس ال 840، الاختلاف فقط انه انحف شوية واخف في الوزن. تصنيعه من الالومنيوم والمغنيسيوم، مش الالومنيوم بس، لكن مفيش اي اختلاف بينه وبين ال 840 جي 8 في اي حاجة. تابع الحلقة للنهاية عشان هنسلط الضوء على كل ركن في الجهاز. وأكيد لو متابع قناتنا عارف إننا بنقول معلومات عن أي لابتوب بنفس المنهجية. أما لو حضرتك أول مرة تشاهد قناتنا، فإحنا بنرحب بيك وبنقدم لك الدعوة للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك أقوى فيديوهات بقناتنا الأولى من نوعها عن ثقافة اللابتوبات إن شاء الله. أجهزتنا بتيجي بمعالج جيل 11 جي 7 من انتل، وسبق ووضحنا الفرق بين المعالجات كلها من انتل في حلقة ازاي تشتري لابتوب، وقلنا ان حرف الجي ده بيشير للاي جي بي يو الموجودة في المعالج. دي معناها ان مدمج فيها كروت شاشة عالية القوة نسبيا، والقوة بتختلف حسب الرقم اللي بيجي بعد الجي. يعني الرقم في معالجات انتل بيقول عن مستوى قوة رسومات المعالج، كل ما الرقم زاد المستوى بيبقى أقوى. لو حابب تعرف التفاصيل دي كاملة عن كل أنواع المعالجات والفروق ما بينهم، لازم تشوف الحلقة دي والرابط بتاعها في صندوق الوصف. معالجاته متدرجة ما بين كور i5 حتى كور i7، وجميع المعالجات قوية جدا على فكرة، هتأدي لك أداء روعة ومتميز في الجرافيكس، وبتعمل توربو عالي جدا زي ما احنا موضحين في الصورة. قوة الكور i7 منه تقريبا مساوية للكور i7 8850H، ده الموجود في HP ZBook G5، وكذلك الديل بريزيشن 7530. والكور i5 أيضا منه قوي، مدي قوة الكور i7 8750H الموجود في نفس الأجهزة. لكن في مفاجأة هايلة جدا في اللابتوب ده، يمكن أول مرة هتعرفها، وهو كارت الشاشة المدمج الانتل اللي فيه. انتل على فكرة طورت نفسها جدا في كروت الشاشة المدمجة في معالجات الجي 7. كارت الشاشة ده هو انتل ايريس اكس اي جرافيكس، مشابه في التصنيع لكروت الشاشة الاي بي يو المتواجدة في معالجات الرايزن. تقنية تصنيعه 10 نانومتر، ومعتمد في سرعته على المعالج والرامات، وهو كارت DDR4. قوته تقريبا مدية سرعة كارت الشاشة الهائل جدا انفيديا كوادرو ام 2200. ده كارت 4 جيجا بايت GDDR5، وهو كارت شاشة معروف ومشهور في أجهزة الورك ستيشن الجيل السابع زي الديل بريزيشن 7520 والاتش بي زد بوك جي 4. يعني الجهاز ده بدون كارت شاشة خارجي هيعمل معاك شغل متميز جدا، سواء جرافيكس أو جيمين أو تحرير فيديو. بالنسبة لكروت الشاشة الخارجية، الموديل ال 15.6 بوصة ال 850 جي 8 فقط اللي بيجي أحيانا بكارت شاشة خارجي، وهو انفيديا جي فورس ام اكس 450. الكارت ده 2 جيجا بايت GDDR5. بالنسبة للتخزين، أجهزتنا قادرة على حمل هارد واحد فقط نوعية M.2، ومدعم بواجهة PCIe، يعني يقدر يشيل NVMe مش SSD فقط. أما بالنسبة للرامات، في 2 ديم سلوتس أو مدخلين للرامات، يعني يقدر يشيل حتى 64 جيجا بايت رام من نوعية DDR4.
طبعا وضحنا الاختلاف في حجم الشاشات في أول الحلقة بين الثلاث موديلات، وبيجوا بنفس أنواع الشاشات تماما بدون أي اختلاف. وأجهزتنا بتيجي بأربع أنواع شاشات، كلهم بيكونوا فول اتش دي بريزوليوشن 1920 في 1080، مختلفين حسب درجة التباين في ال NTSC وعدد الشمعات، ومنهم واحدة باللمس، ومش بينزلوا بشاشات UHD 4K، إنما رؤيتهم في منتهى الجمال وألوانهم هايلة جدا. هنتكلم إيه بيميز الجيل الحادي عشر في موديلات ال 800 جي 8، وإيه بيميزها من كماليات هايلة. يعني تقدر تنزل عليه HP Workwell، ده برنامج مهتم بالصحة وبيديك تنبيهات للتمرين وأخذ راحات بين التمارين، وكمان مجهز إنه يشتغل عليه كويك دروب، وده برنامج بديل الماي فون، يعني تقدر تستخدمه في نقل البيانات بين اللابتوب وأي جهاز iOS أو أندرويد. طبعا اللابتوبات دي كلها مدعمة بباقة الحماية الهائلة من HP، وفي نظري الشخصي هي الأقوى في كل أنواع اللابتوبات. ده على سبيل المثال الشور كليك، الشور سنس، والشور ادمن، والشور ستارت، والشور فيو، كذلك الولف سيكيورتي وغيرها، ودي احنا متكلمين عنها بالتفصيل في حلقة HP Elite Book 645 G9. اللي عايز يعرف تفاصيلها بدقة موجود رابط الحلقة في صندوق الوصف. أما بالنسبة لكماليات اللابتوبات الثلاثة، موجود فيهم كل أنواع الكماليات الممكنة، من كيبورد مضيئة وبصمة لتشفير الوجه وبصمة إصبع، كمان مدخل لشريحة الموبايل وداعم لشرائح ال 5G. بس للعلم اللابتوبات دي مش بتيجي بالكروت، وبتشتريها لو حابب تشغل شرائح انترنت داتا، موجود عندنا في الستور، والرابط بتاع الشراء موجود في صندوق الوصف. بالنسبة للمداخل، متاح فيهم مداخل ممتازة وهتمكنك من أداء أعمالك. عدد مداخل الموديلات متساوي، لكن في الموديل ال 15.6 بوصة مختلف وضعيات المداخل عن الموديلين ال 830 وال 840، لكن متشابهين تماما في المداخل. في الجهة اليمنى في الموديل ال 830 وال 840 موجود مدخل للشاشات HDMI 2.0، ثم يلي مدخلين Thunderbolt 4 with USB 4 Type C. ده بقى هنسميه المدخل السحري، زي ما سمينا Thunderbolt 3 المدخل الجبار، لأنه بيدعم توصيل اليو اس بي 4، وبيدعم كمان توصيل كروت الشاشة الخارجية، وبيدعم توصيل شاشات ال 8K، وبيدعم توصيل شاشتين 4K في نفس الوقت. كذلك بيدعم توصيل الديسبلاي بورت 1.2، وبيوفر معدلات نقل بيانات بتوصل ل 40 جيجا بايتس في الثانية. كذلك بيدعم توصيل الطاقة بالاتجاهين، تشحن منه، وكمان مصدر شحن للجهاز. آخر مدخل في الجهة اليمنى هو النانو سيم كارد. في الجهة اليسرى في الموديلين ال 830 وال 840 بيجي بمدخلين USB 3.2 جنريشن 1، ثم يلي مدخل سماعات مزدوج اوديو كومبو جاك، ثم احيانا بيجي بمدخل سمارت كارد ريدر لقراءة الكروت الذكية زي كروت الفيزا. بالنسبة للموديل ال 850 جي 8 كنا قلنا انه بيجي بنفس المداخل، لكن في اختلاف في الترتيب، يعني زي ما احنا شايفين في الصور، المدخلين اليو اس بي 3.2 جنريشن 1 واحد بيكون في الجهة اليمنى والتاني بيكون في الجهة اليسرى. بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، وقدرنا على قدر الإمكان نوضح لحضراتكم قوة اللابتوبات دي، وكذلك تقنيات معالجات الجي 7 وكروت شاشتها. نتمنى من جمهورنا الكريم اللي شاهد الحلقة الدعم باللايك والشير، ورأيكم في الحلقة في التعليقات، لأن المعلومات دي بتاخد مننا مجهود كبير وقياسات كتيرة جدا عشان نقدر نوصل لحضراتكم المعلومة بمنتهى البساطة. شكرا لحضراتكم على المشاهدة، موجود في صندوق الوصف وسائل التواصل والشراء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.